علم في سوريا في قرية رباح بريف حمص على تلة ترتفع عن سطح البحر 1000 متر تقريبا. سهر أهالي قرية رباح 3 أيام بلياليها لخياطة أعلى علم سوري بمساحة 3300 متر مربع ورفعه على واحدة من تلال هذه القرية الجميلة معانقا أكتاف الجبال. تعبير عفوي وانطلاقا من الشباب الطري، حتى الشباب يجوا من القرى المجاورة بشكل عفوي. هذا عرس الوطن، ونحن نقول هذا هو الوجه الحقيقي لسوريا، الوجه المعبر عن حضارة هذا الشعب. النشاط ببساطة بلش بشكل عفوي يوم الخميس استجابة لدعوة رؤساء الطوائف، فينا نقول الدينية مو المسيحية، للصلاة من أجل سوريا. الطوعية هذه منا نحن إنه بنحب الرئيس. نحن التلة ارتفاعها 1000 متر، وبهذا نحن نرى أعلى علم للجمهورية العربية السورية مترافقا مع حبل يصل إلى قبة كنيسة القرية، ويحمل الحبل علم سوريا، خاصة وأن هذه التلة يمر من تحتها العرسان يوم زفافهم. الضيعة كلياتنا وكبارية الضيعة قررنا نرفع أكبر علم هون في عنا برباح. تم رفعه أول شيء عنا من 3 سنين عنا برباح هون، هلا جددنا نرفعه ثاني مرة هلا. نحن جايين نقول لهم إنه غصب عنهم وغصب عن روسهم كلها المؤامرة فشلت، وبإذن الله نحن كلنا مع الرئيس بشار الأسد ومع الوطن وسوريا الغالية الحبيبة. بدنا نقول كل من دس إنه ما رح يقدر يفرق سوريا عن بعضها. بنحب سوريا من كل قلبنا، سوريا حبيبتنا، سوريا شعبنا الحلو، سوريا قلبنا كله. ساحات القرية جمعت مئات من أهالي القرية والقرى المجاورة بشيبها وكبارها وصغارها للتأكيد على وحدتهم الوطنية وعلى مسيرة الإصلاح وعلى أن سوريا بخير. نشرتنا